طبعا احنا امبارح شفنا التعادل بتاع بيراميدز مع وادي دجله. وادي دجله فريق طالع بالدوري الدرجه الثانيه، كان في الدوري الممتاز بقاله 4 سنين مش موجود، بقاله 4 سنين بيلعب دوري مظالم. بس امبارح مع اول دقيقه اتطرد واحد من بيراميدز، اتطرد وليد الكارتي. وليد الكارتي لعيب في نص الملعب، لعيب جامد جدا جدا جدا. دلوقتي كمان شفنا الصفقه دي سيلفا اللي جابوه مكان ابراهيم عادل، مع ان انا شايف ان محدش هيعوض مكان ابراهيم عادل. دي سيلفا امبارح احنا ما شفناش كوره عملها، ولا شفنا واحد لواحد رقصه، ولا شفنا اسيست، ولا شفنا حته ارتوم اللي كنا بنشوفها في الاسطوانات اللي بتيجي على اليوتيوب. يا جماعه في لعيبه جت اهلي وزمالك مش هتوفق، مش هتبقى موجوده نهايه الموسم. فانت تجيب احتياجاتك، تجيب اللعيبه اللي انت منتظر اللي هي تحقق معاك في المطلوب في الفرقه، تجيب اللعيبه وتجيب الافراد اللي ناقصه اللي تكمل الفريق بتاعك ولا تكمل الخطه بتاعتك. هو ده اللي احنا شفناه امبارح مع وادي دجله وبيراميدز. كل ده مع بدايه الموسم، بدايه الموسم مولعه. امبارح شفنا 2 طرد في ماتش واحد، وادي دجله وبيراميدز. امبارح شفنا كمان الماتش بتاع الزمالك، شفنا المصري بيكسب الاتحاد 2-1. دوري ممتع، بداية دوري قوية جدا جدا جدا.